يلا مع بعض نكمل بقية الكنبهات. دلوقتي هنعمل نوع من الكنبهات جميل أوي، فكرته بسيطة ولذيذة. بصوا، أنا عندي اللي هو عيش الشاورما ينفع فيها رقاق الطري كمان. جبت الرولات بتاعة المناديل وقطعتها بالمقاسات اللي أنا عايزاها وغلفتها بالفويل. تمام. وبدأت أستخدم اللي هو عيش الشاورما ده أو الرقاق الطري، ولفيته عليها وبدأت ألزقه. طبعا عملت دقيق ومية وبدأت ألزق بيه اهو. شايفين الطريقة؟ بقطع أجزاء من العيش بتاع الشاورما وبلفه وببتدي ألزق بالدقيق والمية. ممكن دقيق ومية، ممكن نشا ومية لو انتوا حابين. خلاص، بعد كده ببتدي أظبط الطول من تحت ومن فوق. بقص الزيادات. طبعا الزيادات دي يا جماعة ما بنرميهاش خالص. الزيادات دي كلها برش عليها رشة زيت زيتون وبحمصها في الفرن وبتتقدم مع الشوربة. دلوقتي هعمل القعدة. بجيب برضو جزء وبتنيه على 2، بحط بينهم اللزق ده، بتنيه على 2. وبعد كده هقيس على قد المحيط بتاع الرول وبقص برضو الزيادة والزقهم مع بعض. شايفين؟ تهيألي الطريقة واضحة وباينة جدا. ونفس الكلام البواقي دي ما برميهاش. على فكرة كمان ساعات بحط عليها رشة زيت الزيتون دي مع بودرة بصل على توم وشوية زعتر، بتبقى أحلى من الدوريتوس كمان. شايفين؟ اهو. ده بقى يعني أنا عملت كذا واحد من الرولات الصغيرين، وعملت رول كبير كامل بتاع بكرة مناديل المطبخ، وعملت واحد مقاس وسط عشان هنقدمه بطريقة ظريفة جدا دلوقتي. الكانيفيهات دي تناسب أعياد الميلاد جدا. تناسب لو عندي عزومة على عشاء أعملها أو على غدا. بتبقى شكلها لطيف جدا. وطبعا احنا داخلين على رأس السنة، ممكن نعملها في عشاء ظريف كده. كل سنة وانتم طيبين. في طبعا عندي هنا في الرول الكبير ده زيادة من فوق ومن تحت، فهنبتدي نقصها لأن الرول الكبير ده هياخد تقريبا رغيف كامل. فالزيادة من فوق ومن تحت بقصها وبعد كده بلزق اهو. شايفين؟ طبعا بالنسبة للحشوات هتستخدموا اي حاجة انتوا حابين تحشوا بيها. دلوقتي كده اهو انا هلزقها وهعمل القاعدة بتاعتها كمان. وبعد ما هخلص المرحلة دي هنيمهم في الصاج وهدخلهم الفرن. بس ياخدوا لون ذهبي على خفيف كده ويقرمشوا شوية. وكمان القاعدة اللي انا بلزقها دي تثبت، تمسك مع الرول نفسه. الموضوع سهل وبسيط، بس محتاج شوية يعني ايه طولة بال. وعلى فكرة مش مجهد، بالعكس دي حاجة ظريفة ومسلية جدا ان انتي تشتغلي فيها بايدك. اهو شايفين انا حطيتهم بالشكل ده كده على الصينية. دلوقتي بقى انا طلعتهم اهو، بتسحبي منهم الرول بمنتهى السهولة. شايفين؟ بمنتهى السهولة جدا سحبت منهم الرول. دي بطاطساية مسلوقة، حطيت تبلتها ملح وفلفل، بودرة بصل، بودرة ثوم، وحطيت عليها عود كزبرة، ومعايا كمان جبنة كريمة، معايا صوص من بتاع البيتزا، معايا شوية تونة، معايا جبنة موتزاريلا، زيتون مقطع، خيار مخلل، اي حاجة انتوا حابين تحشوا بيها. هنبتدي نحط تحت شوية من الجبنة الموتزاريلا. ترتيب الطبقات ما فيهوش يعني اي نظام، انتي بتحطي اللي انتي عاوزاه. اهم حاجة ما نحطش حاجة تكون فيها مية علشان ما تبللش الرقاق او العيش بتاعنا. وبتطعميها بقى بزيتون، بخيار مخلل،
وبحط فوق الوش شوية من الجبنة الموتزاريلا. اهو شايفين الفكرة سهلة بسيطة، مش محتاجة اي فن يا جماعة. طبعا ممكن لو عندك عصاج، عندك فراخ برضو متعصجة او فراخ من شاورما، حتة فرخة بايتة في التلاجة ممكن نقطعها ونحطها، مفيش مشكلة خالص. اي حاجة عندك هيبقى طعمها حلو. هي الفكرة زي الساندوتشات كده، بس بنقدمها بشكل لطيف يعني. اللي بيتحط مع صوص البيتزا دي بتاخد طعم البيتزا شوية. ده فيه اللي هو التونة، حطيت معاها شوية من الزيتون والجزر المخلل، وهحط فوق الوش طبقة من الجبنة الكريمة، اللي هما انا عاملة 3 مقاسات، اللي هو الكبير والوسط والصغير. او زي ما انتوا شايفين كده، حطيت فوق وش كل واحدة قطعة من الفلفل، قصيتها بالشكل المدبب ده، وعملت ال3 مقاسات دول على انهم شمع، وعملت الفلفل الاصفر ده وكأنه لهب الشمع. يلا جربوا، وصحتين وهنا. شوية افكار حلوة كده على الماشي، يا رب تعجبكم، وكل سنة وانتوا طيبين.